مستمرين معاكم داخل ملعب اللقاء. يسعدنا النهارده موجود في دوره اطباء اسنان نسخه الثامنه على التوالي، ختامها مسك زي ما بنشوف حضراتكم. ختامها صعب جدا، شفنا مباراه كانت نهائيه بالامس، حمدي الشلبي امام دكتور عبد السلام، ونجح دكتور عبد السلام بتفوقه في نهائي البطوله امام النهارده اوترو. مباراه صعبه جدا في ظهور تحكيم كبير. دكتور محمد حاتم في البدايه خلاص 10 ايام خلاص انتهوا القطر، خلاص رمضان انتهى، لكن نقول لك كل سنه وانت طيب برضه ورمضان كريم عليك. شكرا يا ابو الكباتن على الاستضافه الجميله. كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم على نادي جزيره الورد وعلى كل اطباء الاسنان. بنتوجه بالشكر لمعالي الوزير الاستاذ طارق عبد الهادي رئيس مجلس اداره نادي جزيره الورد، والدكتور حاتم الجندي نقيب اطباء اسنان الدقهليه على دوره قويه، دوره حماسيه كاننا بنلعب في اجواء الانفيلد في ليفربول. كل الفرق قويه ما شاء الله، طلعت لنا مهارات جميله، طلعت لنا مشاهد جميله. بنتوجه بالشكر برضو للدكتور مصطفى الشافعي على الدوره المحترمه. شكرا لحضراتكم، شكرا على دوره قويه، شكرا يا ابو الكباتن على الاستضافه الجميله. دكتور محمد، اعتقد المباراه صعبه جدا، الفرقتين قويين، في ظهور كبير جدا الدكتور حاتم، وظهور كبير بين رئيس نادي جزيره الورد الاستاذ طارق عبد الهادي النهارده، اللي مدينا موسوعه كبيره في ملعب اللقاء لاجل اسعاد اطباء اسنان. شايفين دكاتره كبيره جدا سايبه مجال شغلها والنهارده بتتابع حبها وعلاقتها الكويسه النهارده في ملعب اللقاء. ده شيء بيسعدنا النهارده اللي يكون موجود معانا. ما شاء الله فرقتين اقوى من بعض، كلهم مهارات، كلهم شباب واعد. هنشوف منهم ان شاء الله كتير في الدوري المصري الممتاز، وان شاء الله منهم الناس اللي هتحترف. دايما بتبقى دورة اطباء اسنان الدقهلية بتبقى الرحم اللي بيطلع منه لعيبة بتبهرنا، ودايما بنشوف منها مهارات كتيرة قوي بتطلع على الدوري المصري الممتاز، وان شاء الله ناس كتيرة منهم هتحترف. ان شاء الله هنشوف النهارده ماتش ممتع وماتش جميل برعاية كل من الدكتور حاتم الجندي والاستاذ طارق عبد الهادي والدكتور مصطفى الشافعي. شكرا يا ابو كباتن. شكرا لك حبيبي ابو كباتن.